مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده عامله لكم وصفه بسيطه جدا وسريعه خالص، تقدري تعمليها في ثواني على العشاء كده، او على الفطار الصبح قبل ما تعملي كوبايه شاي بلبن. النهارده هنعمل الكيكه بتاعه الاوريو اللي موجوده قدام حضراتكم، الهشه الجميله دي. ازاي نعملها؟ ومكوناتها بسيطه جدا، وفي وقت بتاخد 6 دقايق بالظبط في الميكروويف، او بتاخد في الفرن في حدود 15 دقيقه بالظبط. هنجيب 4 باكت من الاوريو، تمام، او البوريو، اي حاجه من الاتنين، وبتفضيهم في المطحنه بتاعتك وتبتدي، او في الكبه، وتبتدي تطحنيهم ناعم. ممكن انت تفصلي الكريمه لوحدها والبسكوت لوحده، بس انا اسهل لك الطريقه دي. بحط معلقتين دقيق بالظبط بس عشان يربطوا لي الخليط بتاعي. بعد كده باحط نُص معلقة بيكنج باودر، على أساس إن هو طبعًا بيخلّي العجين يبقى مادة رافعة ويخلّيه هش معايا، تمام. وهاضيف بقى المكون التالت بتاعي، هي كوباية اللبن بس، هو 3 مكونات، ورابع حاجة البسكوت، يعني ب4 مكونات بس زي ما حضراتكم شايفين في الشاشة، وسهلة جدًا، ما بتاخدش أكتر من 3 دقايق في عمايلها. 3 دقايق والله، بتضربيهم وتحطي كله على بعضه وتقلبيه. بتحضّري القالب، بتكوني طبعًا دهناه، وتحطي المكونات فيه، وبعد كده بتدخليه في الميكروويف او في الفرن على حسب ما انت حابه، وتشربي جنبها كوبايه النسكافيه او الشاي بلبن في منتهى الجمال. جميله جدا ومش بتاخد منك حاجه. اللي اول مره يشوفني، انا نسرين من مطبخ نسرين مشعل. يا ريت بقى سبسكرايب للقناه، ويا ريت ايه، تتابعوني وتكتبوا كومنتاتكم الحلوه اللي انا ببقى مبسوطه بيها، واللايكات بقى. اهي هحطها بقى اما في الميكروويف زي ما قلنا 6 دقايق بالظبط، او في الفرن 15 دقيقه. بخرجها واروح قلبها. خلاص، خلصت كده الوصفه بتاعتي، ما فيهاش حاجه. ايه رايكم؟ حاجه بسيطه جدا. انتظروني في وصفات جديده بسيطه كده زي كيكه الاوريو. هتبقى بسيطه جدا. ممكن تحطي فيها قطعه شوكولاته تبقى في النص، تبقى شبه المولتون كيك. ممكن تحطي صوص شوكولاته من فوق، آه، عليها من فوق وتقطعيها. يعني ممكن انتي تعملي اللي انتي عايزاه بقى فيها، وتبدعي الوصفة زي ما انتوا حضراتكم شايفين. في منتهى الجمال. يلا سبسكرايب للقناة واشتراك في القناة. انا مستنياكم، مستنية اللايكات بتاعتكم، واستنوني بقى في الوصفات الجاية. بإذن الله هتبقى وصفات بسيطة كده وسهلة وسريعة، تقدروا تعملوها بسرعة جدا. يلا قومي بقى اعملي الكيكة دي اللي بتتعمل في 3 دقايق، وبتاخد 6 دقايق بس. باي باي. صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل صنف حلو او كيك، اسمه الماربل كيك. يعني ايه ماربل كيك؟ يعني الكيك اللي حضراتكم شايفينهم قدامكم ده، اللي هي بتبقى ميكس ما بين الشوكولاته الفانيليا مع الشوكليت اللي موجوده قدام حضراتكم. بس النهارده احنا هنعملها بطريقه جديده جدا. هي بطريقه مبتكره، مش بالطريقه التقليديه بتاعتنا اللي احنا بنعملها بيها عصايه الشيش تاوك في الاخر، او ان احنا نحط جزء وجزء بالطريقه التقليديه. لا، احنا النهارده هنستخدم الزجاجه بتاعه الحاجة الساقعة، أو أي يعني إزازة مية بتبقى فيها شكل الوردة اللي بتبقى في الآخر دي. وهقول لكم ليه. شايفين الارتفاع الشاهق بتاع الكيك، وإيه الحاجات اللي احنا حاطينها في الكيك، والمقادير الجديدة اللي حاجات بتدعم لي كمحسن الكيك، وتظبط لي الارتفاع بتاع الكيكه، وتبقى هشه وجميله ومش مكتومه. شايفين الشكل عامل ازاي؟ هو ده اللي انا بتكلم عليه، الترند. الازازه بتاعه الحاجه الساقعه بتاعتنا، او بتاعه الميه اللي بتبقى فيها الشكل النهائي بتاع الورده. شايفين عاملاه بالجمال ازاي ده؟ ازاي بقى نعمله بالشكل ده وبالتكنيك الصح، وازاي نوصل للنتيجه اللي احنا شايفينها دي؟ اول حاجه بالنسبه للمقادير، عندنا طبعا 4 بيضات، وعندنا باكت فانيليا، وعندنا باكت بيكنج باودر اللي هو 16 جرام. عندنا كمان 3/4 كوباية زيت، أنا مش بستخدم سمنة هنا، وكوباية ونص لبن، وبأكد كوباية ونص لبن، وكوباية ونص سكر، وطبعا هستخدم معلقتين كاكاو. وهقول لكم حاجات كده في النص واحنا شغالين. اول حاجه طبعا حطيت البيض، وحطيت الفانيليا، وحطيت معلقه خل. يبقى انا حطيت كده اول حاجه معلقه الخل مع البيض والفانيليا. وبعد كده هحط طبعا كوبايه ونص سكر، وده بحسب الرغبه، وعايزه تحطي كوبايه واحده مفيش مشكله خالص. وطبعا بتضربيه في الخلاط بالطريقه التقليديه العاديه السهله جدا. يعني ما عندكيش مضرب كهرباء، مفيش مشكله، ماشي، او بالمضرب اليدوي لو ما عندكيش. بعد كده بضيف طبعا اللبن، اللي هما كوبايه ونص لبن. انا مش بحط الكوبايه زي مقادير الكيكه العاديه بتاعتنا، لا، انا هنا مزوده نص كوبايه كمان، عشان تديني ليونه شويه في العجين، واللي انا لما اجي اشكلها تتشكل معايا حلو جدا. وبعدين هضيف ال3/4 كوبايه زيت، وبقول زيت مش سمنه، عشان ما تبقاش دسمه، وتبقى هشه وجميله معاكي ولونها حلو. بعد كده
هضرب كل ده في الخلاط وبحط الناتج طبعا بتاع الخليط زي ما حضراتكم شايفينه بالجمال ده. بعد كده انا حطيت طبعا خل زي ما حضراتكم شايفين. هبتدي ان انا انخل 3 كوبايات دقيق، يبقى انا عندي 3 كوبايات دقيق انخلهم كوبايه كوبايه عشان ادخل الهواء زي ما حضراتكم شايفين، وبضيفه تدريجيا على الخليط بتاعي عشان يعني اخد واقلب الخليط بتاعي من تحت لفوق، يعني ما اخرجش الهواء اللي انا دخلته في العجين. طبعا طب بحط عليه ايه؟ باكت البيكنج باودر بس؟ لا، انا حطيت معلقه خل قبل كده مع البيض وانا بضربهم في الخلاط مع المكونات، وبحط باكت بيكنج باودر ماستر شيف ده عشان بيبقى فيه محسن كيك بيعلي لي الكيك. وبحط كمان اخر حاجه ممكن هضيفها دلوقتي هي البيكنج صودا. ما عندكيش بيكنج صودا مفيش مشكله خالص، ما تحطيش، انت حاطه الخل هو بيخليه هش وبيخليه لونه ابيض، وكمان البيكنج باودر فيه محسن كيك فبيرفعه لي وبيبقى جميل جدا. شايفين طريقه التقليب ازاي؟ من تحت لفوق، من تحت لفوق عشان ما اخرجش الهواء الموجود في العجين. طبعا اللي اول مره يشوفني انا نسرين من مطبخ نسرين مشعل، يا ريت يبقى سبسكرايب للقناه ويا ريت تفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل حاجه جديده انا بعملها. شايفين الفقاقيع الهواء اللي انا مبينها لكم دي من الخل اللي انا حطاه ومن البيكنج باودر اللي انا حطاه والبيكنج صودا. ما عندكيش بيكنج صودا مفيش مشكله، انا حاطه يعتبر مفيش ربع معلقه بيكنج صودا. تمام كده. هبتدي ان انا اخد العجين، بس ان انا هقسم الخليط بتاعي مش نصين، لا هقسم النص يعني التلت والتلتين. هاخد التلتين بتوعي هحط معلقتين الكاكاو زي ما حضراتكم شايفين، ويمكن انا الكاميرا فصلت في الحته دي، انا حطيت كمان معاهم معلقتين 3 لبن عشان تسيل معايا العجين ويبقى سايل، والليونة بتاعة العجينة بتبقى زي ما احنا هنشوفها دلوقتي في الفيديو. اول حاجة هنجيب الازازة بتاعة الحاجة الساقعة اللي بتبقى فيها شكل الوردة اللي من فوق دي، وابتدي ان انا اقصها من تحت، واجيب القالب بتاعي سواء 26 او 24 زي ما انت عايزة، على حسب عايزة الارتفاع عامل ازاي. وبتبطني طبعا الصينية بالسمنة او الزيت وعليها دقيق. وبعد كده بحط طبعا الازازة وانزل اول حاجه بالخليط الابيض. نزلت بالخليط الابيض، اول ما ينزل لحد تحت ابتدي انزل بالخليط الكاكاو زي ما حضراتكم شايفين كده. شايفين شكل الورده الجميله اللي تحت دي؟ تهبل. ده الترند بقى، هو ده الترند طبعا عندنا بس في نسرين مشعل، مطبخ نسرين مشعل. هتتفرجوا طبعا وهيعجبكم جدا. شايفين شكل الكيك عامل ازاي؟ روعه. ولا تستخدمي بقى خلة سنين ولا تستخدمي تحطي جزء على جزء بالطريقه اللي احنا عارفينها. هنبتدي نكمل بقى الخليط بتاعي اللي هو الكاكاو، يعني مرة كاكاو ومرة الفانيليا لحد ما يخلص كل المقدار اللي عندي ويتكون الشكل الجميل اللي حضراتكم شايفينه ده. ده هو ده اللي بيعمل شكل بتاع الماربل كيك اللي احنا عايزينه. لحد ما اخلص خالص مقدار العجين بتاعي، واحنا قلنا التلت والتلتين، تلت فانيليا والتلتين فانيليا، والتلت بس بيكون الشوكليت كيك زي ما احنا شايفين. اهو اكمل. شايفين شكل الحاجه عامل ازاي؟ روعه في منتهى الجمال. وده طبعا ده بيخليكي شكل الكيك في الاخر بيبقى جميل جدا. وقلنا زي ما احنا قلنا حطينا الخل عشان يخليها فاتحه وجميله، حطينا البيكنج صودا مع البيكنج باودر بيدعم كمان الارتفاع بتاع الكيك ويخليها هشه وجميله مش مكتومه. ونقلب من تحت لفوق زي ما احنا متفقين مع بعض. هنسخن طبعا الفرن على درجه 180 درجه مئويه، وهنحط طبعا الكيك في نص الفرن مش تحت عشان ما تتلسعش منك، وهنحطها لمده 45 دقيقه باذن الله، وتشوفيها وتختبريها بخلة السنين. هنيجي بعد كده ونكمل. احنا اهو انا بتكلم معاكم اثناء الفيديو عشان تشوفوا ازاي انا خلصت المقدار كله وعملت المقدار كله بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. تمام، مفيهوش حاجه وسهل جدا، مفيهوش اي حاجه لحد ما اخلص كل الكميه بتاعتي الموجوده. خلصتها اهي خلاص. اسيبها بقى تتصفى خالص من الازازه لحد ما اخلص خالص. بعد ما اخلص الكميه بتاعتي هسيبها لحد ما تتصفى خالص خالص، وبعد كده ببتدي ان انا هشيل الازازه بتاعتي وابتدي ان انا ادخل الكيك بتاعي الفرن. ما تنسوش السبسكرايب للقناه، وما تنسوش طبعا اللايك والشير، ويا ريت الكومنتات الحلوه بتاعتكم اللي بتفرحني جدا وبتسعدني، وتعملوا تفعيل للجرس عشان يجيلكم كل جديد من عندي من مطبخ نسرين مشعل. انا خلصت كده الكميه بتاعتي الموجوده، وبعد كده هسيبها بقى تصفي خالص الموجود في الازازه، وزي ما انتم حضراتكم شايفين في الشكل الموجود بتاعي ده دلوقتي. تمام. بعد كده هبتدي ان انا بقى اصفي الكميه دي من الازازه تنزل كلها. هبتدي ان انا اشيل الازازه بتاعتي
وخلاص انا مش محتاجاها دلوقتي في حاجه. وهبتدي ان انا اكون مسخنه الفرن بتاعي على 180. تمام. خلاص اشيل بقى الايه الازازه بتاعتي واخليها بعد ما اتصفت خالص اهي. خلصت كل الكميه بتاعتي. تمام زي ما حضراتكم شايفين كده. انا هسيبها خالص لحد ما تتصفى خالص تماما، وبعد كده ابتدي ان انا اشيل الازازه بتاعتي. تمام. ما تنسوش ايه سبسكرايب للقناه، ما تنسوش اللايك والشير والكومنتات الحلوه بتاعتكم عشان يجيلكم كل حاجه جديده احنا بنعملها. اهي بقت بالمنظر الجميل ده. هستنى عليها شويه لحد ما تصفي كل الكميه الموجوده معايا. هشيل بقى الازازه خلاص انا مش محتاجاها دلوقتي. كتر خيرك كده، انت اديتي المهمه اللي عليكي وخلاص. بقت بالمنظر الجميل اللي انتوا شايفينه ده. لو عايزين تشوفوا الماربل كيك العادي بتاعنا العادي موجود برضو عندي في الفيديوهات بتاعتي على القناه. بس بقت بالمنظر الروعه ده. هي عايزه تتاكل من قبل ما تتخبز اساسا في الفرن. ماشي. هندخلها على الفرن زي ما قلت لكم 180. تمام. وبعد كده لمدة 45 دقيقة ونختبرها طبعا بخالة الايه السنين زي ما قلت لحضراتكم. زي ما حضراتكم شايفين كده. يلا جربوها وما تكسليش. قومي يلا اي ازازة مية او ازازة حاجة ساقعة عندك بتقطعيها وتعمليها، هتبقى في منتهى الجمال والروعة زي ما انتوا شايفين كده. يلا بقى تعملوها امتى؟ يلا وروني بقى التطبيقات بتاعتكم وعشان نشوف الجمال بتاع اعمال ايديكم. اهو شايفين عاملة ازاي؟ روعة روعة وهشة جدا من جوه زي ما وريتها لكم اول الفيديو. باي باي وفي وصفة جديدة بإذن الله. مع السلامة. يا صباح الفل. صباح الكيك. ازيكم عاملين ايه؟ انا نسرين، المطبخ نسرين مشعل. النهارده هنعمل الكيك اليومي العادي بتاع الشاي اللي معمول في الخلاط وبنعمله على طول. شايفين الكيكه فاتحه ازاي وجميله ازاي بكل دكاتها بقى وحركاتها. وازاي اعمل الكيك يبقى هش ومرتفع وفي نفس الوقت اللون بتاعه ابيض وجميل مش غامق. وايه المقادير المظبوطه بالنسبه للكيك. وبتتعمل معاكي بسرعه جدا. مجرد بتضربيها في الخلاط حطي عليها الدقيق ما بتاخدش منك يعني دقايق. وبتتحط في الفرن ساعه الا ربع وبتطلع احلى كيك معاكي وتاكلي ولادك حاجه مغذيه ونظيفه ومعموله في البيت. شايفين الكيك عامل ازاي؟ لونه فاتح وجميل وهش والارتفاع بتاعه عامل ازاي. يعني انا بعمله قدامكم اهو على اساس ان انتوا تشوفوا ان الكيك قد ايه هش وقد ايه ان هو مش مفرول ولا حاجه ولونه جميل جدا والسوا بتاعه حلو. طبعا الاسباب بتاعت الكيك لازم عشان اعمل الكيك صح وتبقى اولا السكر اللي بتستخدميه ما يبقاش سكر غامق، السكر يبقى سكر ابيض فاتح. ده من الاسباب. البيكنج باودر برضو نوع حلو تكون انتي مستخدماه قبل كده وعارفاه. الدقيق يكون متعدد الاستخدامات. اي دقيق بيكون متعدد الاستخدامات التركيز بتاعه فوق ال 72% بحيث ان هو يصلح للكيك. بتقدري تعملي بيه الكيك بتاعك. طبعا عايز تستخدمي سمنه او تستخدمي زيت براحتك خالص. لو الزيت برضو يكون نوع حلو من الزيت، الزيوت النباتيه الحلوه نظيفه. تمام. وزيت بزيت بتبقى خفيفه وحلوه وهشه وجميله جدا. نبتدي بقى انا مقطعاها قدامكم اهو عشان تشوفوا ان هي قد ايه هشه من جوه ولا معجنه ولا مفروله معاكي ولا اي حاجه. نبتدي نحضر بقى المقادير بتاعتي. هحتاج 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة عشان تمتزج كويس مع المكونات بتاعتي. بعد كده كوباية لكوباية ونص سكر، ده حسب الحاجة وحسب ما انتوا بتحبوا. طبعا الفانيليا يبقى لازم يبقى موجود، بيض يبقى لازم فيه فانيليا. عندي انا عاملاها النهارده بسمنة، كوباية الا ربع سمنة و3 كوبايات دقيق انا نخلاهم كويس جدا مع باكت من الكيك شيف او اي نوع بيكنج باودر انت حابه تستخدميه. وكوبايه لبن برضو مش ساقعه، دي بدرجه حراره الغرفه. هبتدي ان انا احط في الخلاط ال4 بيضات بتوعي واحط عليهم الفانيليا وهضيف كمان معاهم معلقه خل ابيض. هتقولي لي الخل ليه؟ طب ما الخل من حاطه بيكنج باودر. الخل بيدي اولا لون فاتح برضو للكيك، بيدي هشاشه حلوه جدا للكيك. هبتدي اضيف السكر وابتدي يعني حابه تضربي البيض الاول بالفانيليا ماشي، مش حابه وبعد كده تضيفي السكر، حابه تحطي الاتنين على بعض وتضربيهم مع بعض. المهم في كلتا الحالتين يديكي اللون بتاعي الفاتح جدا بعد ما بضرب البيض. بعد ما ضربت البيض يعني دقيقتين 3 كده ببتدي ان انا احط اهو معلقه الخل الابيض معايا واضربها ضربه كمان.
في الخلاط، في الخلاط العادي بتاعك يعني، ولا محتاجه مضرب بيض، ولا عايزه تعمليه بمضرب البيض مفيش مشكله. انا بتكلم للناس العاديه اللي في ست البيت العاديه تقدر تعمل كيك لاولادها. بعد ما حطيت كده ببتدي اضيف بقى كوبايه اللبن بتاعتي، واضرب برده في الخلاط ضربتين عشان كل يعني مكون من المكونات ياخد التكوين الضرب بتاعه الصح، يتداخلوا مع بعض كويس. ببتدي اضيف بقى السمنه بتاعتي زي ما قلت لكم من شويه. حابين تستخدموا زيت مفيش مشكله خالص، 3/4 كوبايه زيت بتبقى هشه وجميله. على فكره انا معظم الوقت بعملها بالزيت مش بعملها بالسمنه، بس هي السمنه بتبقى ليها طعم برضو حلو. تمام. ببتدي ان انا اضربها كويس. بعد ما ضربت واداني، شايفين اللون فاتح ازاي اللي موجود في الخلاط، في شفشه الخلاط عامل ازاي. انا طبعا منخله الدقيق قبل كده ونخله معايا، حاطه ذره ملح، وحاطه كمان الكيس بتاع البيكنج باودر. عندك البيكنج باودر العلب هتحطي معلقه محترمه كده هرميه من البيكنج باودر اللي هي 16 جرام. بعد كده ببتدي احط الخليط تدريجيا على الدقيق، وابتدي اقلب بالمضرب بتاعي اليدوي بتاعي لحد ما تتداخل كل الخليط مع الدقيق والبيكنج باودر، وابتدي ما يبقاش فيه اي تكتلات، ما يبقاش فيه اي بلورات من الدقيق. شايفين عامل ازاي؟ انا يعني مقلباه كويس جدا بالمضرب الكهرباء مع المضرب اليدوي. ما عندكيش اي معلقه خشب يعني، انا بقول لك كل حاجه. بصي لدرجه انا بقلب تقلبتين واعمل علامه من النص، تقلبتين واعمل علامه من النص عموديه، من تحت لفوق من تحت لفوق، عشان ما تخرجيش الهواء اللي في الكيك وتيجي تقولي بعد كده الكيك طلع هبطان مني ليه. انا بقول لك وانا ماشيه كده بقول لك كل الاسباب بتاعه الكيك. انا جبت طبعا القالب بتاعي، وطبعا كل ما يكون القالب صغير كل ما يديكي الارتفاع اكتر. تمام. بعد كده ما وسعتي المساحه بتزيد معاكي بيقل معاكي الارتفاع. طبعا ببقى عاملاه بالسمنه، وبعدين مبطناه بالسمنه وحاطه عليه الدقيق ومغلفاه كويس. بعد كده ببتدي ان انا اصب الخليط بتاعي ان انا كون. شايفين عامل ازاي فاتح جدا من قبل ما يتعمل، ولا في اي بلورات ولا تكتلات دقيق ولا اي حاجه. باخده خبطتين كده عشان اخرج الهواء اللي موجود من الكيك. وحطيته في الفرن لمده ساعه الا ربع على درجه 180 درجه. 180 درجه في الفرن في النص. بقى ما تفتحيش عليها خالص غير بعد ساعه الا ربع عشان ما تهبطش منك وتيجي تقولي الكيكه هبطت. هسيبها دقيقتين 3 بعد ما اطفي عليها في الفرن، واطلعها واقطعها شرايح زي ما انتم شايفين كده. بالهنا والشفا. التورته اهي منتهى الجمال، مليانه فراوله وبشكل منتظم، محطوطه جميله جدا. شايفين عامله ازاي الكيك. الكيكه العاديه اللي احنا بنعملها مش كيك اسفنجي ولا حاجه، فاكيد طعمها بيبقى جميل. اخدت 4 باكت جيلي زي ما احنا قلنا في منتهى الجمال. بس عايزه اوريها لكم، وهقطعها دلوقتي قدامكم واوريها لكم. التورته اهي منتهى الجمال، مليانه فراوله وبشكل منتظم، محطوطه جميله جدا. شايفين عامله ازاي الكيكه العاديه اللي احنا بنعملها مش كيك اسفنجي ولا حاجه، فاكيد طعمها بيبقى جميل. اخدت 4 باكت جيلي زي ما احنا قلنا في منتهى الجمال. بس عايزه اوريها لكم، وهقطعها دلوقتي قدامكم واوريها لكم بقى. عامله ازاي النهارده بقى هنعمل تورته الجيلي بالفراوله. وعشان اعمل التورته بتاعت الجيلي بالفراوله لازم ابدا الاول بالكيك. فعشان اعمل الكيك بقى المقادير بتاعتي كالتالي: عندي كوبايه ونص سكر، وكوبايه الا ربع زيت، وكوبايه لبن، وثلاث بيضات، وطبعا فانيليا عايزه 2 باكت فانيليا، ودول مع كوبايتين ونص دقيق انا نخليهم طبعا. وهعمل عليهم باكت بيكنج باودر كامل، او اللي هو كيك شيف يعني، ده او ده اي واحد من الاثنين. ده بالكوب المعياري او بالمج بتاع الشاي ايا كان بالنسبه للمقادير. هنبتدي طبعا نعمل زي اي كيكه عاديه، نبتدي نحط ده في الخلاط
انا حطيت اللبن، هبتدي احط الزيت، كوبايه الا ربع زيت. مش هقول لك. وبعدين احط السكر، واحط البيض 3 بيضات. طبعا فانيليا يا اما سايله او باكت ايا كان. هبتدي اضربها في الخلاط طبعا. انا هبتدي بقى احط اللي انا ضربته في الخلاط على الدقيق والبيكنج باودر اللي انا حاطاه، واقلب من تحت لفوق. طبعا الفرن انا مشغلاه بقالي 10 دقايق على 180 زي اي كيك هتتحط في الفرن ساعه الا ربع عشان تبتدي نعمل الكيكه بتاعتنا. هبتدي انزلها بقى انا في الصينيه بتاعتي. الصينيه دي اللي انا هعمل فيها الايه، الجيلي. فانا دلوقتي هخلص الكيك، وبعد ما تطلع وتبرد هوريها لكم برده وتبرد خالص. وبعد كده هبتدي ان انا هبتدي احط الكيك، لان لازم بعد ما تطلع وتبرد خالص هبتدي ان انا في نفس الصينيه دي هي اللي هعمل فيها الجيلي على طبقتين. هبتدي احط الكيك في الفرن من ساعه الا ربع. هي بتاخد الكيكه زي الكيكه العاديه، وطبعا في النص على 180. وبعد ما بتطلع انا هوريها لكم، وهسيبها كمان تبرد خالص لحد يعني ما تبرد خالص عشان اقدر انا اشيلها من الصينيه. وبعد كده عشان هعمل في نفس الصينيه دي هي دي اللي هعمل فيها الجيلي، الطبقتين الجيلي اللي هحط فيهم الفراوله بتاعه التورته. انا خرجت الكيك من الفرن وسايباها طبعا بردت كتير بقالها كام ساعه. هبتدي اعمل الجيلي اللي انا احط التوبنج من فوق. فانا هستخدم 4 باكت جيلي، هستخدم اول 2 دلوقتي. وطبعا باكل جيلي اساسا في الاساس بيتعمل باكل جيلي بياخد الباكت الجيلي بياخد كوبايتين ميه. انا هنا هعمل في التورت بنعمل الباكت الجيلي بياخد كوبايه ميه، تمام. فانا حاطه هنا 2 يبقى احط كوبايتين ميه. فدي اول كوبايه اهي، وطبعا دي سخنه انا لسه غالياها عشان ما تبقاش دافيه ولا حاجه، مش هتدوب وهيبلور منك الجيلي، تمام اهو. هحط بقى جزء صغير منهم قوي في الصينيه اللي انا عملت فيها الكيكه. هحط جزء منها صغير واحطها في التلاجة. اول ما تجمد بعد ربع ساعه ولا تلت ساعه اطلعها، هوريكم بقى نعمل فيها ايه الباقي. هبتدي احط جزء صغير قوي بس، هو ده اللي هدخله التلاجة وهسيبه يجمد، وبعدين اوريكم بقى هنعمل ايه تاني. بعد ما خرجت الصينيه من الجيلي، اول طبقه اللي هي اتجمدت اللي احنا حطيناها مع بعض، بعد ما جمدت خلاص رحت حطيت رصية الفراولة قطعتها نصاص، وحطيت الظهر بتاعها هو ده اللي هيبقى من تحت، والجزء ده هو اللي يبقى من فوق، عشان لما تيجي تقلبيها تيجي الشكل بتاعك اللي انت عايزاه، وتعمليها زي الوردة زي ما انا حضراتكم شايفينها كده. وبعد كده هبتدي ان انا اضيف بقيه الجيلي اللي انا كنت عاملاه وسايباه يبرد بره. الجيلي اللي انا كنت عاملاه وحطاه طبعا يبرد بره التلاجة. هو ده الطبقه دي اللي هتمسك فيه زي ما انتم شايفين كده اهي. هحطه بقى في التلاجة يجمد، عشان بعد كده ابتدي ان انا احط الكيك اللي احنا كنا عاملينه. انا هنا الجيلي طلع اهو من التلاجة، ماسكه هي نفسها وكويسه. هبتدي ان انا احط الكيك زي ما هو كده. هبتدي ان انا احطه في الصينيه على ظهرها كده اهي، وهبتدي ان انا اسقيها بباقي الجيلي. انا عملت كوبايتين ميه تاني عملتهم ب2 باكت جيلي، وهبتدي اسقي التورته الاول عشان تتشرب من الجيلي الاول. طبعا الجيلي بارد عشان لو كان سخن هيعجن الكيك. وبعدين اعمل في الاطراف كده على اساس تمسك معاها. هي كده شربت الجيلي بتاعها، وفي من الجناب كمان جيلي انا منزلاه. فهحطها بقى في التلاجة تجمد عشان ابتدي اطلعها بقى اوريها لكم لما نقلبها. حطيتها في التلاجة، ابتدي احطها في الحمام ميه دافي. احطها ثواني بس عشان الجيلي تفك بس. انا قلبت التورته دلوقتي، شايفينها ما شاء الله جميله عامله ازاي، ولونها عامل ازاي، تحفه وطعمها جميل جدا.
اكيد لان الكيك جميل اساسا. التورته اهي منتهى الجمال، مليانه فراوله وبشكل منتظم محطوطه، جميله جدا. شايفين عامله ازاي الكيك؟ الكيكه العاديه اللي احنا بنعملها مش كيك اسفنجي ولا حاجه، فاكيد طعمها بيبقى جميل. اخدت 4 باكت جيلي زي ما احنا قلنا في منتهى الجمال. بس عايزه اوريها لكم وهقطعها دلوقتي قدامكم واوريها لكم. اوريكم بقى الكيك لما بقطعها عامله ازاي. واه يعني بصراحه ربنا اللي ما يجربهوش خساره. انا بس بوريكم الكيك عامل ازاي من جوه. شايفين عامل ازاي الكيك عامل ازاي من جوه؟ الكيك شارب الشوكولاته بتاعته وهش ازاي، في منتهى الجمال في منتهى الجمال. جربوها، جميله جميله. الحلويات البرازيليه في منتهى الجمال، ويعني ليها حق التجربه، يعني لينا اللي احنا نقعد نجرب ونشوف الطعم بتاعها عامل ازاي. في منتهى الجمال، جربوها اكيد هتعجبكم. من الكيكات البرازيليه، الكيكه البرازيليه من الكيكات الحلوه اللي طعمها جميل. ادينا خلصنا الكيك اهون، وعلى خير وبالالف هنا. ويا رب يعجبكم بالف هنا. نسيتوا ابتدي ان انا ازود بقى الشوكليت شيبس بتاعتي من على الوش كده من فوق زي ما حضراتكم شايفين كده. انا هنا بقى ممكن احط حاجه تانية خالص بالنسبه للكيك في النص. كده خلصنا بقى الكيك بتاعنا اللي هو الكيك على الطريقه البرازيليه، وهو طعمه جميل جدا. هبتدي ان انا اوريه لكم بقى لما اقطعه دلوقتي وتشوفوه. جربوه اكيد هيعجبكم لانه جميل جدا. انتوا شايفين الكيك طالع معايا عالي ازاي وهش وجميل ازاي، وما خدش مني وقت. وكمان بعد ما خلص وحطيت عليه الشوكليت شيبس بتاعتي، وشكله جميل جدا وشيك وطعمه احلى. واستخدمت كمان قوالب عندي بدل القوالب الكرتون، بدل يعني الحاجة المتاحة اللي عندك في البيت. هي بقى لها يعني الفترة الأخرانية أو السنتين الأخرانيتين دول بطعمها حلو جدا. هنبتدي نجربها. المقادير بتاعتها هناخد المقادير الجافة دلوقتي، هنحطها في بولة لوحدها وبعدين نشتغل في المقادير التانية. كوباية ونص دقيق أنا نخلاهم وحاطه لها رشة الملح بتاعتها. هبتدي ان انا احط كمان 3/4 كوبايه سكر، تمام. وبعد كده عندي نص كوبايه كاكاو، وبعد كده هحط معلقه صغيره بيكنج صودا. اللي ما عندوش بيكنج صودا خلاص يستعوض عنها بالبيكنج باودر. احنا هنحط برده بيكنج باودر، هو بيبقى ضعف كميه البيكنج باودر. واحط برده معلقه من البيكنج باودر. انا كده حطيت كل المقادير الجافه بتاعتي، يبقى الدقيق مع البيكنج صودا مع البيكنج باودر مع الكاكاو مع السكر طبعا انا ورشه الملح. انا هحطهم دلوقتي على جنب. ابتدي بقى اجيب ده كل ده الحاجات الجافه. هبتدي اشوف بقى كل المكونات التانية، البيض والزيت واللبن والحاجات دي، هبتدي اضربهم لوحدهم تاني. هبتدي احط بقى 2 بيض وحطيت الفانيليا بتاعته. هبتدي ان انا اضربهم سواء مضرب عادي او مضرب كهرباء. انا هضربهم مضرب الكهرباء كده. هبتدي بقى، شايفين البيض بقى عامل ازاي؟ هبتدي اضيف بقى 3/4 كوبايه لبن اللي هو حليب، عشان في بعض الدول مش عارفين اللبن ده ايه. انا كده خلاص حطيت اللبن بتاعي وبضرب. هبتدي برده اضيف الزيت بتاعي، ده ربع كوبايه زيت. انا هكتب المقادير كلها بعد كده في صندوق الوصف ده. انا كده ضربت كمان الزيت، فانا كده حطيت 3/4 كوبايه اللبن مع ربع كوبايه زيت مع البيضتين مع الفانيليا. خلاص كده هبتدي ان انا احط
فاضل كده من المقادير بتاعتي يعتبر ربع الميه المغليه، كوبايه ميه المغليه. هبتدي ان انا هي نص كوبايه ميه مغليه. انا عشان احط الميه المغليه على البيض دلوقتي كده ممكن يستوي، لان ما ينفعش ان انا احطه بنفس وهي غالي بتغلي كده. فانا هبتدي احط نص المقدار اللي انا عملته، اللي هو الدقيق بالكاكاو كده والسكر. هبتدي اضيف النص بتاعي كده اهو، وابتدي اضرب معايا. انا ضربت نص الخليط زي ما قلت لكم. هبتدي احط بقى نص الكوبايه الميه المغليه دلوقتي، هحط جزء منها واضرب. تمام. وهجيب برده الباقي بتاعها. انا كده خلاص خلصت كل المقادير بتاعتي. هبتدي اضيف بقى ايه بقيه المقدار بتاعي، اللي هو السكر والكاكاو والدقيق والبيكنج صودا والبيكنج باودر. انا كده صبيت القوالب. طبعا هي المفروض الديسباسيتو بتتحط في قوالب كرتون، طبعا عشان الحظر اللي موجود دلوقتي فما عنديش قوالب كرتون، فانا اتصرفت وحطيت القوالب اللي عندي دي. فانا حطيتها، هي بكمل اخدت 3 قوالب، ولو هي قوالب اصغر من كده شويه بتاخد 4 قوالب. انا كده هحطها في الفرن على درجه 180، هتاخد 25 دقيقه بالظبط. وبعدين هبتدي طبعا اختبرها قبل ما اطلعها عشان تكون استوت تمام، عشان بعد كده نشوف الصوص بتاع الشوكولاته اللي هتحط من فوقيها باذن الله. انا كده طلعت الكيك من الفرن. احنا بنكمل الكيك البرازيليه اللي هي ديسباسيتو. انا طلعتها خلاص من الفرن، هي قعدت في حدود 35 دقيقه بالظبط، ما عدتش 25 دقيقه على حسب الفرن اللي عندك. فبتطلعيها وتختبريها وتشوفيها عملت ايه. هي كده استوت وكل حاجه وزي الفل اهي. هبتدي ان انا احضر بقى الصوص اللي بيبقى موجود من فوق. انا هنا عامله لبن مكثف. اللبن المكثف بيبقى معمول عن طريق كوبايه لبن بودر مع كوبايه سكر بودر، والاثنين معاهم معلقتين زبده ونص كوبايه ميه مغليه، ودول هيتضربوا في الكيتشن ماشين او الهاند بلندر وكده بيتضربوا. وبعد كده بتلاقي الخليط اللبن المكثف بدل ما تشتريه من بره. تمام كده. هبتدي ان انا احط عليه الكاكاو بتاعي. هحط في حدود 4 معالق كاكاو، يعني في حدود ربع كوبايه كاكاو عندي بودر. هبتدي احطها على اللبن المكثف عندي، وبعد كده هحطه على نار هاديه خالص. هبتدي ان انا اقلب الخليط ده كله عشان اوصل للصوص الشوكولاته اللي انا عايزاه. هحطه على النار بقى على نار هاديه خالص، واروح على الكيك التاني. هي ما شاء الله عليها نافشه وجميله جدا. زي ما حضراتكم شايفين كده. ازوقها اللي انا احط لها الشوكليت شيبس اللي احنا جايبينها. زي ما حضراتكم شايفين كده انا جايبه شكلين، في الشكل ده زي ما حضراتكم كده شايفين، وفي الشكل ده. تمام. ابتدي ان انا احط بقى الشوكليت شيبس دي على السطح من فوق، بتبقى حاجه كده جميله. هي فعلا تحفه. زي ما حضراتكم شايفين كده. ابتدي احط النوع التاني هنا. ابتدي ان انا ازود بقى الشوكليت شيبس بتاعتي من على الوش كده من فوق زي ما حضراتكم شايفين كده. انا هنا بقى ممكن احط حاجه تانية خالص بالنسبه للكيك كمان. كده خلصنا بقى الكيك بتاعنا اللي هو الكيك على الطريقه البرازيليه، وهو طعمه جميل جدا. هبتدي ان انا اوريه لكم بقى لما اقطعه دلوقتي وتشوفوه. جربوه اكيد هيعجبكم لانه جميل جدا. انتوا شايفين الكيك طالع معايا عالي ازاي وهش وجميل ازاي، ما خدش مني وقت. وكمان بعد ما خلص وحطيت عليه الشوكليت شيبس بتاعتي، وشكله جميل جدا وشيك وطعمه احلى. واستخدمت كمان القوالب عندي بدل القوالب الكرتون، بدل يعني الحاجه المتاحه اللي عندك في البيت. انا بوريكم بس الارتفاع بتاع الكيك عامل ازاي، يعني شايفين الكيك هشه ازاي،
شايفين الكيك شاربة كمان من الشوكليت شيبس والصوص من فوق ازاي. يعني حتى يعني هي عايمة جوه الصوص، لما بتيجي بتقطعي كده بتاخدي كمان معاكي الصوص معاكي. ففي منتهى الجمال. انا حبيت اوريكم الارتفاع بتاع الكيك عامل ازاي، فهي جميلة جدا. الجاتو شاتو او جاتو الاقتصادي خلص اهو. تمام، انا طلعت بالظبط بالتقطيعه دي. هو بيطلع 12 قطعه بنفس الصينيه اللي احنا قلناها او الصاج اللي احنا قلناه اللي هو 20 في 28 او 30. زي الفل، مخدش مننا وقت، والشوكولاته شايفينها عامله ازاي عليه. وجربوه بالهنا والشفا عليكم. الكيكه عايشه ازاي. مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا النهارده هنعمل الجاتو الاقتصادي او بيسموه جاتو شاتو. بس هو يعني الجاتو ده بيبقى اولا ما بياخدش على كوبايه ونص دقيق، فالمقادير بتاعته بتبقى قليله جدا، وفي نفس الوقت بيديني طعم الجاتو، بيبقى هش جدا وحلو، والتكلفه بتاعته اقتصاديه جدا. وبيبقى سريع، يعني مش ان انا بعمل سبونش او اعمل دبكه وكده، لا بيخلص بسرعه. بالنسبه للمقادير، بالنسبه للجاتو الاقتصادي بتاعنا النهارده، عندي 3 بيضات، عندي كوبايه ونص سكر، عندي 3 ارباع كاكاو خام، كوبايه كاكاو خام، كوبايه ونص زيت، عندي 2 باكت فانيليا او معلقه كبيره فانيليا سايله، معلقه كبيره خل. وهتستغربوا الخل، لا الخل بنستخدمه شويه في المعجنات او في الكيكات، بتبقى ماده من المحسنات او يعني مكسبات طعم، مش مكسبات طعم، هي بتنفش لي العجينه او زي البيكنج باودر بالظبط. تمام. عندي بعد كده كوبايه ونص لبن، وعندي هنا كوبايه ونص دقيق انا نخلاهم هنا، وحاطه كمان عليهم رشه ملح، ومعايا باكت بيكنج باودر. لو انت مش حابه تحطي الباكت كله ممكن تحطي معلقه كبيره بيكنج باودر. تمام كده. بس ده بالنسبه للمقادير بتاعتي. هبتدي ان انا اشتغل بقى على مرحلتين. اول مرحله خالص هبتدي ان انا احط انا دلوقتي قاسمه اللبن على 2، على اساس ان ايه، ان في كوبايه ونص، فانا هاخد الكوبايه بتاعتي الاولانيه لاول جزئيه خالص انا هشتغل بيها. تمام. بعد كده هبتدي ان انا احط السكر بتاعي، واحط الكاكاو بتاعي. الكاكاو ده غير محلل، لان هو ده بتاع يعني الحلويات، كاكاو خام. تمام كده. هبتدي اضرب الخليط ده، وابتدي ان انا احط الزيت بالتدريج. هو ده اللي هيخلي لي يعمل لي الصوص بتاعي، ويخلي لي السماكه بتاعتي تبتدي تسمك. هبتدي اسمي الله ونبتدي. هبتدي بقى ان انا ازود بقى، احط باكت فانيليا من الباكت اللي معايا، واكمل بقيه الزيت اللي معايا. انا كده خلاص. بالنسبه ضربت الخليط في الخلاط زي ما انتوا شفتوا، بس هو بيبقى تقيل شويه بالنسبه للخلاط، فيعني حبه على اساس ما تبوظيش الخلاط بتاعك. تمام. عايز تعمليه في الكبه يعني عادي، ممكن بتعمليه. هو هيطلع طبعا معايا العصير زي ما سوري، الصوص بتاع الشوكولاته زي ما انتم شايفين كده بالسماكه دي، بيبقى تقيل جدا. هو ده اللي انا عايزاه. خلاص، انا هشيل الكوبايتين دول، هحطهم طبعا على جنب او احطهم في التلاجة. تمام. على اساس ده اللي هسقي بيه الكيك بعد ما يخلص من فوق، او ده التوبنج بتاع الكيك بتاعي. هبتدي ان انا اجيب بقى بقيه المقادير بتاعتي اللي هما ال3 بيضات، انا حاطه عليهم الفانيليا بتاعتي. تمام. هبتدي ان انا اضيفهم، وطبعا احط معلقه الخل اللي احنا قلنا عليها. خلاص. وبعد كده احط بقيه اللبن، النص كوبايه اللبن اللي انا كنت شايلاها من شويه، على اساس ان انا اكمل بيها بقيه العجينه. هبتدي اضرب بقى في الخلاط الباقي ده، وابتدي اشوفكم تاني.
انا طبعا هبتدي اضيف بقى اللي انا ضربته في الخلاط الجزء التاني بتاعي، وابتدي اللي انا احطه على الدقيق بالبيكنج باودر بتوعي ورشه الملح. طبعا ايه، مجرد يتجانس معايا بس الخليط ويبتدي الدقيق يختفي خالص في المحلول بتاعي او الخليط بتاعي اللي انا ضربته في الخلاط، تمام. يبقى انا كده خلاص، انا خلصت كده. هبقى طبعا انا فاتحه الفرن دلوقتي على 180، هتقعد نص ساعه في الفرن. انا فاتحه الفرن اساسا بقالي 10 دقايق قبل ما اشتغل اساسا وقبل ما احضر المقادير عشان يبقى سخن وجاهز. وبعد كده محضره كمان الصاج بتاعي، هيبقى 20 في 30. انا عاملاه ومبطناه. عندك ورق زبده حطيه، ما عندكيش انا بحب ان انا ابطن الصاج، بيبقى بالنسبه لي اسهل. فبطنته كل حاجه، مجرد ان انا هبتدي ان انا احط بقى الايه الخليط ده بس لما ادمجهم، لان لسه فيه بواقي دي اهو. وبعد ما تخرج بقى بتهدى شويه، وبعدين ببتدي احط صوص الايه الشوكولاته اللي انا عملته في الاول خالص عليه. نبتدي نزوق بقى الجاتوه، سهل جدا مفيهوش اي حاجه. هنبتدي بقى نضيف الخليط بتاعي قلب الايه صاج. بسم الله ما شاء الله، يعني في بركه. زي ما حضراتكم شايفين كده. اهي الصاج بعد ما خلص اهو الحمد لله. هحطه بقى في الفرن لمده نص ساعه، تمام. 25 دقيقه، هو بياخد 25 دقيقه ل 30 دقيقه. وطبعا هنختبره ونشوف الكيك استوى ولا لا، واشوفكم بعد ما يستوي الكيك. انا طبعا طلعنا الكيك والجيت الكيكه من الفرن وخليتها تبرد براحتها خالص. وهبتدي بقى ان انا احط عليها صوص الشوكولاته اللي احنا عملناه. هو تقيل، هو تقيل وحلو ان هو تقيل، انا عايزاه تقيل. الدرجه بتاعته حلوه واللمعه بتاعته حلوه. احط الوردات بتاعتها، احط لها الكريز بقى. البسكوت باليانسون اللي احنا عملناه دخلناه الفرن تاني زي ما شفتوا، ونشف اهو بقى. اللون بتاعه هو ده اللون اللي المطلوب، ما يغمقش عن كده. صباح الخير عليكم، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل البسكوت باليانسون. بسكوت باليانسون زيه زي الكيكه العاديه بالظبط، بس بدل ما انا بحط للكيك بحط لها كذا يعني كذا مكون. من ضمن المكونات اللي كنت بحطها للكيك، لو هعملها بالبرتقال بحط لها كوبايه برتقال، لو هعملها بالفانيليا عادي فبحط كوبايه لبن. انا هستغنى عن اللبن او عصير البرتقال بالنسبه لبسكوت اليانسون اللي انا بعمله ده. يعني نفس مكونات الكيك، بس بقلل في البيكنج باودر، وكمان عشان ما هيشاش قوي، لان انا مش عايزه الهيشان بتاعها بيبقى جامد. وفي نفس الوقت مش هحط مكون البرتقال او اللبن. طبعا زي اي اساس لاي الكيك، عشان ما تتلخبطيش وتيجي تقولي ما بعرفش اعمل بسكوت من الكيك. فانا هحط اول حاجه عندي
البيض المكونات الاول 4 بيضات، فانيليا طبعا عشان البيض، ده كوبايه الا ربع زيت، كوبايه سكر، وانا ناخله هنا الدقيق 2.5 دقيق، عليهم معلقه بيكنج باودر كبيره، تمام، ومعلقتين ينسون انا محمصاه في الفرن وكل حاجه، بحيث ان هو ده اللي هيدي طعم بالنسبه للبسكوت بتاعي النهارده. هحط طبعا الحاجات السايله على بعضها، وبعد ما بتخلصي زي ما احنا عارفين هنحط بعد كده الحاجه على الدقيق. انا ناخله الدقيق بالبيكنج باودر مخلصه خلاص. هبتدي اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم. حطيت البيض، حط الفانيليا عليه، طبعا ده كوبايه الا ربع زيت. لو ما عندكيش المعايير العاديه دي بالكوبايه العاديه، المج بتاع الشاي اللي بتشربي فيه الشاي العادي. هبتدي اضيف جزء من السكر كده في العادي اهو. هبتدي ازود بقيه السكر. حطينا الحاجات السايله زي ما احنا قلنا من شويه. هبتدي احط الدقيق. انا هنا لو حطيت 2.5 كوباية دقيق هيبقى حطيت عليهم كوبايه الا ربع زيت. لو حابه تحطي 3 كوبايات دقيق زي ما بنعمل الكيك ب3 كوبايات دقيق عادي، فهتحطي كوبايه زيت كامله، تمام كده. بس هبتدي ان انا اضيف كل الحاجات. انا حاطه بيكنج باودر على طول عليها، وهحط بعد كده اليانسون اهو، وابتدي اقلبها معاها. وابتدي لو شفتوا شكلها عامل ازاي. هبتدي احط الكيك في الفرن اهو، احط شويه عشان لما تبرد اعرف اقطعها. هبتدي قلبتها كمان، هبتدي ان انا اقطعها بقى. هي طبعا لو عندك سكينه مشرشره اللي هي المنشار دي تبقى افضل. هي كده كويس. ودي راحه نفسيه بقى حسب ما انت كل واحد عايز يقطعها بالشكل اللي هو حابب ايه يقطعها عليه. انا كملت تقطيعها اهو. البسكوت اللي باليانسون اللي احنا عملناه دخلناه الفرن تاني زي ما شفتوا. مساء الخير عليكم. هنعمل النهارده البسيسه. البسيسه زيها زي الكيك بالظبط، بس هي بتفرق ان انا بحط لها بشر برتقال، وبتتعمل طبعا بعصير البرتقال مكان اللبن. يعني بستغنى عن اللبن وبستعوض عنه بكوبايه البرتقال. وكمان بحط ايه بشر معلقه برتقال، معلقه بشر برتقال كبيره، معلقه كبيره بتاعه الاكل، تمام. وبعد كده الفرق ما بين البسيسه والكيك بقى ان البسيسه بتحط لها دقيق ذره. في ناس بتحط دقيق ذره ال3 كوبايات دقيق ذره، بس طبعا عشان احط ال3 كوبايات دقيق ذره بيبقى صعبه شويه في الاكل، بتشرق كتير في الاكل، فانا بحب احط 2 دقيق ذره و1 دقيق عادي. فانا هقول المقادير بقى. ده 3 كوبايات دقيق، 2 كوبايات 2 كوب دقيق ذره، و1 كوب دقيق ابيض، 4 بيضات، بشر برتقانه، يبقى بشر يعني معلقه برتقال، كوبايه عصير برتقال، وكوبايه زيت. بتتعمل بزيت، ما بتتعملش برده بسمنه زي الكيك. الكيك بيتعمل بسمنه، هي بتتعمل بزيت. وكوبايه ونص سكر. في ناس بتحط كوبايه سكر، في ناس بتحب تحط كوبايتين سكر على حسب ما الرغبه يعني. في ناس بتحبها مسكره شويه، وباكت فانيليا عشان البيض. هبتدي بقى احط كل المكونات السايله معايا الاول. حطيت البيض، وسهله جدا ان انا اعملها في الخلاط، تبقى الدنيا اسهل كتير من ان انا اعمل كذا حاجه بقى وكيتشب ماشين والكلام ده. فحطيت البيض وحطيت الفانيليا. هحط البشر البرتقال، تمام.
واروح حاطه بقى المكونات كلها برضو. هحط الزيت، احط عصير البرتقال، احط كله على بعضه وبعدين ابتدي اضرب في الخلاط. اضرب كويس جدا. انا النهارده عملت لكم المعايير مش بالمعيار اللي كل مره بعمل بيه، عملت لكم النهارده بالمعيار الكوبايات عشان انتوا تبقوا شايفين لو هو كده او كده. هبتدي اضرب بقى، اضرب كويس جدا لحد ما يتجانس كل المخلوط مع بعض. كل ما انا ضربتها اكتر كل ما اتجانست اكتر هتديني نتيجه احسن. انا خلاص ضربت الخليط كله في الخلاط تمام، واتجانس كويس جدا، وكل ما اضربه كل ما يتجانس اكتر ويديني نتيجه افضل ويبقى هش بالطريقه دي. بعد ما ضربته كده هحط كل الحاجات السايله هحطها على المواد الجافه زي اي عجين. فانا هنا ضربه نخله لدقيق الذره والدقيق العادي، وحاطه بيكنج باودر، بحط باكو كامل. فانا حاطه كده 2 كوبايه دقيق ذره وكوبايه دقيق ابيض وباكت بيكنج باودر. هبتدي احط ده على ده. انا بحب استخدم المعلقه الخشب بتبقى افضل. اخدها من تحت لفوق كده وابتدي ان انا اقلب، واشوفكم بعد ما اخلص ده بقى. انا دلوقتي خلاص خلطت العجين اللي هو المواد السائله مع مع الدقيق والبيكنج باودر خلاص، وشايفينه هش وجميل جدا ازاي. هبتدي ان انا احطه في الصينيه. طبعا يا اما صينيه الومنيوم، عايزه اي جرانيت، اي صينيه عندك او تيفال اللي انت حباه. انا بحب الالومنيوم بشتغل فيها في الكيك اكتر. فانا مبطناها بالسمنه وحاطه لها الدقيق بتاعها. هبتدي ان انا احط الخليط وبعدين خليني معاكم. انا دلوقتي حطيت الخليط اللي انا كونته في الصينيه خلاص. طبعا هي عشان معموله بزيت فالدسامه بتاعتها مش بتبقى بالسماكه دي. هحطها في فرن 180 دقيقه، 180 درجه الحراره. هحطها لمده 45 دقيقه، وطبعا مش هفتح الفرن عليها وانا مسخنه الفرن بقالي 10 دقايق. وهشوفكم بقى بعد ما تتسوى البسيسه واوريها لكم. البسيسه هي خرجت من الفرن وبعد ما بردت انا طلعتها وقطعتها. شايفين العلو بتاعها عامل ازاي؟ ما شاء الله يعني جميله جميله. فهي البسيسه بتبقى ليها طعم وحلاوه غير الكيك خالص. هو بالهنا والشفا بقى اللي هيجربها. صوص الكراميل اهو. زي ما انتم شايفين كده اهي اهي العلو والهشاشه بتاعت الكيك ازاي هشه جدا وجميله واتعملت في البيت من غير اي حاجه. مساء الخير عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل جاتو شاتو. هو صنف حلو بس جاتو شاتو مش بالشوكولاته او بالكاكاو. النهارده هنعمله بالكريم كراميل. بسيط جدا وسهل. هنقول المقادير دلوقتي. كوبايه ونص دقيق، معاهم معلقه كبيره من البيكنج باودر، وانا طبعا نخلاهم مع بعض عشان يخش لهم الهواء وكل حاجه، وحطهم لوحدهم. كوبايه سكر، كوبايه لبن، كوبايه زيت، معلقه 2 بيض، معلقتين لبن بودر، وهاخد علبه من العلب الباكت يعني من الكريم كراميل اي نوع بيكون موجود عندك، و2 باكت فانيليا، ومعلقه كبيره خل. نسمي بسم الله ونبتدي. اول حاجه هنبتدي نحط اول حاجه السكر. احط عليه اللبن. هضربهم الاول بس عشان ايه يتجانسوا شويه قبل ما نحط الزيت. احط الزيت، والزيت لو عايزه تحطيه تدريجي من فوق. انا ساعات بفك دي بحط فيها الزيت تدريجيا كده او كده، بجيب نفس النتيجه بدل انا بضربهم كتير.
وبعدين هسيب بقى انا في الكريم كراميل، هسيب الكراميل نفسه عشان هزين بيه التوبنج بتاع الجاتوه. وهبتدي دلوقتي احط الباكت نفسه الباودر، هحطه على الخليط اللي انا حطاه. يبقى انا حطيت السكر وحطيت اللبن وحطيت الزيت، والزيت عايزه تحطيه عادي او تدريجي مفيش مشكله، المهم ان انت بتضربيه كتير. وبعد كده بحط اللبن الباودر، وبعدين بضيف الباكت بتاع الكريم كراميل. وبعدين معاهم بالمره هحط كمان باكت من الفانيليا، والباكت التاني هحطه مع الخليط التاني عشان يديني ريحه حلوه ويديني نتيجه كويسه. هبتدي اضرب بقى 4 أو 5 دقايق يعني لحد ما الخليط يسمك معايا ويبقى تقيل. الخليط اهو بقى ما شاء الله سميك ازاي. انا بقى عايزاه بالسمك كده. هبتدي اخد كوبايه هنا دلوقتي وهسيبها على جنب، لان دي هتبقى التوبنج بتاع الجاتوه، وهبتدي بعد كده اشتغل بقيه الحاجه. هبتدي خدت انا الكوبايه اهي تمام. هبتدي احط البيض واحط الفانيليا واحط معلقه الخل اللي احنا قلنا عليها. معلقه الخل هنا تبقى زي محسن كيك كده، بترفعي العجين وتبقى تخليه هش. الخليط اهو بعد ما اتضرب في الخلاط بقى هش وجميل اهو. هبتدي ان انا احطه على كوبايه ونص دقيق مع البيكنج باودر. هبتدي ان انا ادمج الخليط اللي انا عملته في الخلاط مع الدقيق والبيكنج باودر، اخلطهم كويس من تحت لفوق كده زي اي كيك عشان ادخلهم الهوا برضو لحد ما يروح خالص كل الدقيق اللي موجود عندي. ساعات بيبقى موجود تحت كده، انا هطلعه زي ما حضراتكم شايفين كده. انا دلوقتي دمجت الخليط مع الدقيق والبيكنج باودر، شايفينه عامل ازاي بتاع الجمال اهو. هبتدي ان انا احطه بقى انا مولعه الفرن على درجه 180 وهسيبه بالظبط 25 دقيقه وانا بتابعه. بعد كده على اساس ان انا هعمل بقى التوبنج بعد كده هبقى اقول لكم عليه. انا هجيب دلوقتي القالب اللي انا هحط فيه الخليط ده وهدهنه طبعا، وبعدين هحط فيه الخليط. خلاص حطيت العجين بتاعي وبتخبطيه كذا مره بحيث ان انت تساوي العجين كله يبقى سوا واحد. ومشغله الفرن زي ما قلت لكم من قبل ما اعمل العجين اساسا، قبل ما اخلط الحاجه. هحطه في الفرن 25 دقيقه. انا سبتها 25 دقيقه في قلب الفرن بعد ما خرجت وهديت خالص في حدود 10 دقايق او ربع ساعه. يعني هي دلوقتي هي دافيه، وهي دافيه هبتدي اللي انا بعصايه شيش طاووق كده هبتدي اللي انا اخرمها بالشكل ده كده. ماشي، انا مشيت عليها كلها وبعدين رحت جايبه تلت كوبايه لبن. انا سقيتها طبعا لسه ساقيها دلوقتي بتلت كوبايه اللبن بتاعتها، وهسيبها بقى تشرب اللبن ده لحد ما تبرد تماما عشان ابتدي احط كوبايه التوبنج اللي انا كنت عاملاها في اول الفيديو خالص، واشوفكم بقى اوريكم ازاي هنعمل التوبنج بتاعتها الشكل النهائي. هبتدي بقى ان انا احط اللي انا كنت سايباه لوحده ده، الكميه اللي انا كنت سايباها الاول عشان التوبنج بتاع الجاتوه. انا خلصت الخليط كله على الكيك طبعا الباكت اللي هو بتاع الكراميل اللي كان مع الباكت. هبتدي ان انا اعمل بيه بقى ازوق بيه، واجي واروح تاني عشوائي كده. خلصت كده العصايه بتاعت الشيش طاووق
هروح واجي بيها كده اهي، واجي تاني اخد الاول كده اهي، بقت في منتهى الجمال اهي. هبتدي ان انا اقطعها مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا نسرين من مطبخ نسرين مشعل. النهارده عامله صنف حلو عشان موسم الفراوله، والفراوله موجوده دلوقتي في الاسواق حلوه، وفي نفس الوقت بتقوي المناعه وحلوه لنزلات البرد. فقلنا نعمل صنف جديد والولاد برضو بيحبوه سواء صيف او شتاء. بالنسبه للصنف اللي قدامنا هو التشيز كيك بالفراوله. حضراتكم شايفينه عامل ازاي، بيتكون من 3 طبقات. الطبقه الاولى اللي هي البسكوت اللي تحت، والطبقه اللي في النص اللي هي التشيز كيك اللي هي بالكريم شانتيه، والطبقه اللي فوق اللي هي اخر خالص التالت طبقه اللي هي الجيلي بالفراوله. هنبتدي نقول مقادير كل طبقه وازاي بتتحضر وازاي تتعمل زي ما حضراتكم شايفين كده، وتترص الفراوله بالتكنيك ده. اول حاجه هنجيب البسكوت، طبعا اي بسكوت ساده متواجد عندك في البلد اللي انت فيها، بتجيبي في حدود 300 جرام. البسكوت ده الباكت الواحد 50 جرام، فانا اخدت 6 بواكي، يعني 6 باكت من البسكوت ده في حدود 300 جرام. باخد البسكوت طبعا وتطحنيه، اما بتكسريه بايدك وبعدين بتحطيه في الكبه، او بتطحنيه بيبقى طحن ناعم كده زي ما حضراتكم شايفين، وبحط عليه نص كوبايه زبده سايحه. تمام كده. يا اما تحطي الزبده مع البسكوت وتضربه في الكبه مره واحده، هيبقى الخليط زي ما حضراتكم شايفين كده، زي مندي زي الرمله المبلوله زي ما حضراتكم شايفين كده بالظبط. يوصل للتكنيك ده، يبقى كده انا عملت الطبقه الاولى بتاعتي صح. هجيب طبعا الصينيه اللي هي بتاعه التشيز كيك اللي بتتفتح من الجنب، وطبعا هي مش محتاجه تدهن، لكن انا دهنتها دهنه خفيفه جدا باي ماده دهنيه سواء زيت او سمن. بعد كده بحط اول طبقه طبعا احنا كوناها اللي هي البسكوت بالزبده، وبعد كده ببتدي ان انا افردها بحيث ان هي تبقى موجوده ومفروده في كل الجوانب زي بعض، ما تبقاش حته عاليه وحته واطيه. تمام. وبعد كده بحطها طبعا في زي ما حضراتكم شايفين كده، انا بساوي كل الجوانب كلها بحيث تبقى متساويه من كل الجهات، متبقاش سمك الطبقه يبقى واحد في كل صينيه. باخدها بقى واحطها في التلاجة لمدة ساعتين بحيث انها تمسك نفسها، او ساعة. وبعد كده ابتدي ان انا اكون الطبقة التانية. الطبقة التانية اللي انا هكونها هتتكون من الكريم شانتيه، سواء انت عندك كريم شانتيه الباكت اللي بتجيبيه من السوبر ماركت ماشي، او بتجيبي كريم شانتيه الخام. انا هنا مستخدمة الكريم شانتيه الخام. عايزة كوباية كريم شانتيه زي ما حضراتكم شايفين، ونص كوباية سكر بودر، واول حاجة عندي كوباية لبن مثلج، يعني لبن ساقع جدا او بيبقى فيه قطع تلج. ده بيساعدني ان الكريمة تتضرب كويس جدا معايا، متاخدش مني وقت، وتتكون معايا حلو وسمكها يبقى حلو. تمام. هحط الكريم شانتيه، كوبايه الكريم شانتيه على كوبايه اللبن المثلج ده الساقع جدا ده، وعليها نص كوبايه السكر البودر. الثلاث حاجات دول بضيف عليهم الجبنه الكيري زي ما حضراتكم شايفين، لان هي بتبقى جبنه كريميه وفي نفس الوقت بتدي طعم حلو جدا. انا عايزه 6 قطع يعني في حدود 300 جرام. انا ما عنديش جبنه كيري، باخد الجبنه المثلثات العاديه، باخد 6 قطع برضو. ما عنديش ده ولا ده، في اي جبنه مكتوب عليها انها جبنه كريمي باخد 300 جرام. تمام كده. بحط المكونات دي كلها على بعض وابتدي اضربها من حدود من 3 ل 4 دقايق بالمضرب الكهرباء زي ما حضراتكم شايفين كده. بعد ما بضربها شويه بتطلع بالقوام اللي حضراتكم شايفينه، زي ما حضراتكم شايفينه كده، يبقى متماسك جدا وكويس. فان هو ايه، خلاص هو كده جاهز على اللي انا احط الطبقه بتاعتي التانية اللي انا كونتها. هبتدي ان انا اضيف بقى الطبقه، اطلع طبعا الصينيه من التلاجة وابتدي ان انا افرد الطبقه التانية بتاعت التشيز كيك اللي هي بتاعت الجبنه الكريمي بالكريم شانتيه. خلاص. برضو هفردها كويس جدا زي ما حضراتكم شايفين من كل الجوانب، عشان يبقى السمك بتاعها متساوي في كل انحاء الصينيه كلها، في كل جوانبها، ما تبقاش حته حته.
عشان ده بيفرق معاكي لما بتيجي تفتحي الصينيه في الاخر وتخلصي التشيز كيك كلها، ما تبقاش حته عندك عاليه وحته واطيه، بتبقى شكلها والسمك بتاعها يبقى متساوي. انا هاخدها بعد كده واحطها ساعتين في التلاجة، وابتدي احضر الطبقه الثالثه والاخيره اللي هي طبقه الجيلي بالفراوله. طبعا انا طبقه الجيلي بالفراوله بحضر الاول الجيلي بتاعي واسيبه يبرد تماما، عشان ما ينفعش ان انا احطه بعد ما هو يتعمل احطه وهو سخن او هو دافي، ما ينفعش وهو حتى دافي احطه على طبقه الكريم شانتيه، يعني مش هينفع وهيبوظها لي. انا باخد هنا 2 باكت جيلي عليهم كوبايتين ميه مغليين. طبعا احنا عارفين ان الباكل جيلي بيتعمل بكوبايتين ميه، انا هنا هعمله بكوبايه واحده عشان يبقى مركز معايا. هجيب كوبايتين من الكاتل كده ميه مغليه واحط عليهم ال2 باكت جيلي، وابتدي اقلبهم كويس جدا عشان ما يبقاش فيه اي تبلورات من الجيلي. تمام. بعد كده هسيبه يبرد تماما بقى لحد ما يبرد خالص خالص ويبقى بدرجه حراره الغرفه العاديه. هبتدي احضر الفراوله بتاعتي في حدود نص كيلو فراوله. اول جزء هقسمه نصين. الجزء الاولاني هقسمه كل فراولايه هقسمها طوليا كده بالنص، هقسمها بالطول بالنص زي ما حضراتكم شايفين، وهبتدي احط الجزء اللي بيبقى عند العنقود بتاع الفراوله ده في الاخر زي ما حضراتكم شايفينه كده، وده الناحيه التانية بنفس الشكل ده. طب ليه عملته بنفس الشكل ده؟ ان دي هتبقى تعتبر العواميد اللي انا بشيل عليها شرايح الفراوله التانية اللي انا هبتدي ارصها عشان اقدر اكمل الورده، الشكل الورده النهائي اللي انتوا حضراتكم شفتوه في التشيز كيك بتاعي. تمام. خلصت اول دايره كده، ببتدي تاني دايره اللي انا احضر الفراوله زي ما حضراتكم شايفين مقطعاها شرايح طوليه رفيعه مش نصين بقى، فابتدي ارص بقى الشرايح الطوليه الرفيعه دي. اخلص اول دايره. بعد ما بخلص اول دايره الدايره التانية بتختلف. يعني انا كده انا الاول رصيت اهو الشرايح بتاعتي. ما تنسوش على فكره السبسكرايب، ما تنسوش اللايك عشان ترفعوا لي الفيديو والناس كتيره تستفاد منه ويتشاف. ببتدي احط بقى الطبقه اللي بعد كده الشرايح دي، ما بين كل شريحتين بحط شريحه، كل شريحتين بحط شريحه، هتديكي شكل الورده اللي احنا عايزينه، وفي نفس الوقت هتبقى ثابته، يعني هتبقى ما تتحركش منك وانت بتكوني الورده بتاعتك لحد ما تخلصي كل الدوائر المتداخله اللي عندي دي زي ما حضراتكم شايفين كده. يلا كل واحد فيكم يروح يكتب، يعمل اللي ما عملش سبسكرايب للقناه يعمل سبسكرايب للقناه دلوقتي، ويحط لايك وكومنت حلو كده، يعني تشجعوني ان انا اعمل لكم وصفات تانية حلوه كتير. على فكره التشيز كيك دي بتتجاب من بره، يعني غاليه جدا، وفي نفس الوقت هي بسيطه جدا وتكلفتها بسيطه ومكوناتها ابسط. خلصت انا كده رص الفراوله زي ما حضراتكم شايفين، كل شريحتين بحط ما بينهم شريحه، كل شريحتين بحط شريحه، في الاخر خالص بحط فراولايه كبيره في النص. انا خلصت كده الورده بتاعتي بالشكل الجميل التحفه المبسط ده اللي حضراتكم شايفين. هبتدي بقى اجيب الجلي البارد اللي احنا كوناه وابتدي اسقي بيه الفراوله. اسقي بيه الفراوله بتاعتي في كل حته عندي بيضه كده، هبتدي اسقي بيها الجلي، وفي نفس الوقت في الفوارق اللي ما بين الوردات بتاعه الايه شرايح الفراوله دي زي ما حضراتكم شايفين كده. وهو ده بقى هيبتدي يبان لي شكل الورده اللي احنا عاملينها في الاخر، ويديها الشكل الجميل النهائي اللي احنا وصلنا له. حاجه بسيطه اهي سهله، ممكن اي ست بيت حتى المبتدئين ان هم يعملوها. شايفين عامله ازاي في منتهى الجمال كده. انا ما سبتش ولا حته من الكريمه ما غطيتهاش، ولا حته الفوارق ما بين الفراوله غطيتها. شايفين ده المنظر النهائي بتاعها. هبتدي احطها في التلاجة لمده ساعتين عشان بعد كده يتماسك الجيلي بتاعي، وابتدي بعد كده هخرجها بقى واوريها لكم بعد ما خلصناها خالص. شايفين عامله ازاي جميله جدا. دي تالت طبقه والاخيره. تمام في منتهى الجمال اهي. هبتدي بقى اللي انا احطها فين في التلاجة لمدة ساعتين، وبعدين ابتدي بقى اللي انا اطلعها تاني للتقديم. هبتدي اللي انا افتح بقى، طلعتها خلاص للتقديم، هبتدي افتح الصينية بتاعتي من الجنب زي ما حضراتكم شايفين كده، واطلع بقى الصينية بتاعتي على فوق عشان ما تبقاش فيها اي احتكاكات من الجنب وتاخد مني اي بواقي من الكيك زي ما حضراتكم شايفين كده بالشكل الجميل الروعه ده. شايفين عامله ازاي
بس هي كده خلصت التورته بتاعت التشيز كيك بتاعتي النهارده بتاعت الفراوله بالشكل الجميل ده والشكل الاحترافي ده، واي ست مبتدئه تقدر ان هي تعمله. وبنص كيلو فراوله بس فيعني 6 قطع جبنه ونص كيلو فراوله تقدري ان انت تعمليها. ما تنسوش السبسكرايب وما تنسوش اللايك وما تنسوش الكومنت تكتبوها وتفعلوا القناه، تفعلوا زر الجرس على اساس ان انتوا تجيلكوا اي وصفه انا بعملها. يا رب اكون افدتكم النهارده وتكون عجبتكم الوصفه، واعملوها بقى لكل ولادكم في اي وقت تكون الفراوله متوفره. حتى لو الفراوله متفرزه عندك سهله برضو انها تتعمل. ايه رايكم؟ شايفين الطبقات بعد ما اتقطعت الترانشات عامله ازاي؟ في منتهى الجمال، شكلها جميل جدا. باي باي في وصفه جديده، مع السلامه.